تاني موضوع نتكلم فيه هو أخطاء في التفاوض. اسمع معايا الموقف دوت وحاول تطلع الأخطاء اللي فيه. ندى مديرة الشركة عندهم ايفنت مهم كمان شهر، وائل مسؤول عن تنظيم الايفنت. تمام، هكلمك تاني بعد الميتنج. سلام. ازيك يا ندى؟ كله تمام، ازيك يا وائل؟ الحمد لله. ده وقت مناسب للميتنج؟ انا بس كنت لسه بحل مشكلة مع عميل، بس هو لو اتصل تاني هحتاج اني اوقف الميتنج، معلش. انا عارف انك مشغولة فهدخل في الموضوع على طول. احنا خلصنا برين ستورمنج مع الفريق امبارح، ولقينا ان بدل ما نلتزم بشكل الايفنت التقليدي، عايزين نخلي فيه تفاعل اكتر ونجيب كل الضيوف يتكلموا في قاعة واحدة. ايه رأيك؟ تمام، بس ايه اللي يخلينا نعمل كده؟ الايفنت السنة اللي فاتت كان ناجح جدا. الناس كانت قالت رأيها السنة اللي فاتت وقالوا ان هم عايزين تفاعل اكتر. تخيل لو جبنا كل المتكلمين في قاعة واحدة وعملنا مناقشات واسئلة، مش يبقى احسن؟ بس انت عارف ان الايفنت كمان شهر، في ريسك كبير قوي اننا نغير اي حاجة دلوقتي. طيب هقولك على فكرة. ايه رأيك لو قسمنا القاعة الكبيرة مجموعات مناقشة، كل مجموعة معاها متكلم؟ بص، هي بصراحة الفكرة شكلها كويس، بس خلاص الناس بتحجز والايفنت كمان شهر. الافكار دي سهل التنفيذ جدا، مش هتأثر على اي حاجة. احنا كده ممكن نخسر الناس والسبونسرز بتوعنا. ماشي يا وائل، انا اسفة بس جدا محتاجة اتحرك دلوقتي، لكن ممكن نعمل اجتماع تاني، بس يعني سيب كل حاجة زي ما هي دلوقتي لحد ما نقعد نتكلم تاني. يا ترى ايه الاخطاء اللي لقيتها في الموقف دوت؟ الوقت مثلا ما كانش انسب وقت للتفاوض، كان بيحاول يخش في الموضوع على طول عشان خاطر وقتها قيم وهكذا، بس كان بيحاول يفرض رأيه او يبوش على رأيه بسرعة جدا بدون مراحل بدون تدريج. ايه تاني الاخطاء اللي طلعتها؟ طب اسمع كده الموقف رقم 2 وقول لي ايه الفرق. شكرا انك حددت ميعاد تاني يا ندى. انا سمعت ان بنتك كانت عيانة الاسبوع اللي فات، الف سلامة. الله يسلمك يا وائل، الحمد لله هي بقت كويسة دلوقتي، شكرا على سؤالك. طيب الحمد لله. ده وقت مناسب نتكلم في موضوع الايفنت؟ مناسب جدا، انا خلاص خلصت كل اللي عندي النهاردة وعايزة اعرف انتوا وصلتوا لايه. تمام. انا عارف ان الايفنت كمان شهر وخلاص الناس بتحجز، بس لو احنا فعلا عايزين نزود التفاعل ونزود عدد السبونسرز، كل الاحصائيات بتقول اننا لازم نجمع كل المتكلمين والضيوف في قاعة واحدة كبيرة بدل ما نعمل قاعة لكل متكلم. قولي لي كده رأيك ايه في الفكرة ديت؟ هو انا مش عارفة يا وائل، يعني اننا نعمل تغيير قبل الايفنت بشهر، دي حاجة برضو تقلق. طب ايه اكتر حاجة قلقانة منها؟ هو انا بس شايفة ان الوقت اتأخر اننا نغير اي حاجة. احنا خلاص كلمنا المتكلمين والايفنت كمل بالعافية، وحتى المعلنين قلقانين، فمش عايزة اي غلط يحصل. طيب انا فهمت من كلامك انك قلقانة الايفنت مكسبه يتأثر، صح؟ بالظبط، وبعدين علشان نرجع نكلم كل متكلم ونتأكد ان الفكرة مناسبة، ده هياخد وقت واحنا ما عندناش وقت. فهمتك. الحقيقة انا كنت قلقان من نفس الموضوع ده، وعشان اطمن اكتر من موضوع مكسب الايفنت كلمت اكتر من منظم ايفنتات عملوا ايفنتات كبيرة، وقالوا لي ان لما بتجمع كل العدد في مكان واحد المعلنين هم اللي بيجروا وراك عشان يمضوا معاك. ايه ده بجد؟ طيب ده كويس قوي، يا ريت. انا كل اللي عايزه ان اعرض عليكي كل المعلومات اللي وصلت ليها، والقرار ليكي في الاخر. ممكن نطبق الكلام دوت في الايفنت دوت او الايفنت اللي جاي، لكن عايز اتاكد اني قلت لك كل الامكانيات اللي في ايدينا وكل الاحتمالات المتاحه. ايه رايك في الكلام ده؟ ده حلو جدا يا وائل، طيب ما تحكي لي اكتر عن الموضوع بالتفصيل. في الموقف رقم 2 عمل حاجة مختلفة خالص. أول حاجة اختار الوقت المناسب. مهم جدا إنك تقعد مع العميل في وقت يناسبه، في وقت يكون هو مرتاح فيه، في وقت ما يكونش فيه حاجة تانية شغلاه. أنت عايز تتفاوض، أنت عايزه يفكر معاك في حل تالت وغير الحل في باله وغير الحل في بالك، ممكن تكتشفوا حل تالت. الموضوع ده عايز أنسب وقت، عايز وقت مناسب جدا. تاني حاجة قدر مخاوفه. العميل بني آدم من حقه يقلق، وهنا بنتكلم على عميل، على مدير، على فيندور، على حد عندك في البيت بتتفاوض معاه. كل واحد فيهم هو بشر، من حقه يقلق، من حقه يهتم بحاجات معينة. قدر واحترم مخاوف اللي قدامك، ولازم تبين دوت وانت بتتكلم معاه. كلمه كإنسان. يعني ايه كإنسان؟ يعني قدر قوي الجانب الإنساني. قول كلام ودي، قول كلام
في مجاملة مثلا، قول كلام فريندلي. يعني انا فاكر مرة دخلت عند عميل المكتب وقلت له ايه ده المج ده، انا عندي زيه بالظبط، انت شاريه المكان الفلاني، وقعدنا نتكلم. مهم جدا انك تتكلم على المستوى الانساني مع العميل. واحلى كمان انك تختار مكان محايد، ما يبقاش هو قاعد ورا مكتبه وانت قاعد قدامه، ولا العكس، ولا انت قاعد ورا مكتبك وهو قاعد قدامك. يا اما تيجي كده تلف تقعد قدامه، يا اما تختار مكان تاني خالص يكون محايد. احسن ميتينجز بعملها في كافيه او في مطعم، بناكل وبنتكلم وبعرف بيشرب ايه وبيعرف انا بحب اشرب ايه، وبنقعد نتكلم شوية كلام فريندلي وهكذا، ومكان محايد جدا. فالموضوع بيفرق كتير جدا في التفاوض. طمنوا ان القرار ليه في الاخر. ساعات لما باجي اتفاوض اللي قدامي يفتكر ان عايز اخد حاجة منه فيبقى مش عايز يتكلم. مرة حد قال لي انا مش انا خايف تقنعني، تمام؟ فساعات بيبقى خايف اللي قدامك انك تاخد حاجة منه. طمنه ان القرار ليك في الاخر. انا بس عايز احكي لك كل الافكار اللي عندي، انا بس عايزك تيجي تشوف الموضوع من زاويتي، يمكن في فايدة ليك. لكن مين اللي هيقرر في الاخر؟ انت اللي هتقرر، وانا همشي على القرار اللي انت هتاخده. كلموا عن مواضيع تهمه، ده في كل الحوارات مع البشر. لو عايز حد يسمع لك اتكلم عن العناصر اللي تفرق معاه وتهمه، ما تتكلمش عن الحاجات اللي تفرق معاك انت. وبلاش yes or no question، يعني بلاش تسأله سؤال يقول او لا. اسأله اسئلة تخليه يحكي. طب كلمني اكتر عن ايه اللي فارق معاك في الموضوع الفلاني. طب كلمني اكتر لو المنتج ده مثالي كان هيبقى شكله عامل ازاي. طب احكي لي عن وجهة نظرك طب احكي لي عن تجربتك مع العميل اللي فات، وهكذا. اسأل اسئلة تخليه يحكي يتكلم يشرح، مش yes or no question. اخر حاجة، التفاوض هي عملية لازم تتم بهدوء، بدون سربعة وبدون ما تضغط. لازم تتم بالتدريج وبهدوء شديد بطريقة فريندلي. مش بنقول انت بتعمل كده نوع من انواع التحايل على اللي قدامك، بالعكس انت بتعمل كده علشان عارف ان لو وصلت الحل افضل هو هيستفيد وانت كمان هتستفيد.